السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس داتابيز بالعربي. النهارده ان شاء الله احنا هنكمل اللي احنا وقفنا عنده المحاضره اللي فاتت، وهو ان احنا نعمل مشروع عملي او مشروعين كده صغيرين شويه نطبق فيهم كل اللي اتعلمناه في موضوع الداتابيز موديلنج او تصميم قواعد البيانات او الانتيتي ريليشن شيب دايجرام. عايزين الاول قبل ما نبدا نحل التاسك دي ونبدا نشوف هنحل ازاي والكلام ده، عايزين الاول ناخد حاجه كده مهمه، نكتب كده شويه حاجات الاول. احنا قلنا من الاول خالص ان احنا بيكون عندنا كلاينت او عميل. الكلاينت ده بيكون حد عايز يعمل بيزنس او عايز يعمل سيستم. اللي بيحصل ان الكلاينت ده بيروح للسوفت وير هاوس يقول لهم انا عايز اعمل سيستم معين، سواء بقى عايز اعمل صيدليه، عايز اعمل مدرسه، عايز اعمل عياده، عايز اعمل اي حاجه، ايا كان السيستم اللي الكلاينت ده بيفكر فيه. بتقوم شركه السوفت وير تبعت له حد اسمه بزنس اناليست. البيزنس اناليست ده الشخص اللي هو محلل الاعمال، ده الشخص اللي بيكون فاهم في البيزنس، بيقعد مع الكلاينت يفهم منه كل حاجه، يتشاور مع الكلاينت مع بعض، يقعدوا يتكلموا يفهموا المتطلبات. يعني مثلا لو موضوع صيدليه يبدا يحدد كل حاجه بقى، كل الفانكشناليتيز اللي المفروض تكون موجوده في السيستم، ايا كان بقى السيستم ده، اذا كان تطبيق على الموبايل او اذا كان موقع معين، ايا كان السيستم. المهم ان بعد ما محلل البيانات قعد مع الكلاينت وفهم منه كل حاجه هو محتاج يعملها، طلع لنا كده زي ملف اسمه السيستم requirement specification document. ده الملف اللي بيكون فيه كل حاجه حرفيا عن السيستم. الملف اللي بيكون موجود فيه حاجه اسمها الفانكشنال ريكوايرمنتس، النون فانكشنال ريكوايرمنتس او المتطلبات الوظيفيه والمتطلبات الغير وظيفيه، وموجود فيه كل حاجه محتاجها الداتابيز ديزاينر علشان يقدر يعمل لنا التصميم، يقدر يعمل لنا الكونسبشوال سكيما، او يقدر يعمل لنا الاي ار دي، او يقدر يصمم لنا قاعده البيانات. يبقى دلوقتي انت كداتابيز ديزاينر المفروض يكون عندك السيستم ريكوايرمنت سبيسيفيكيشن دوكيمنت علشان تقدر ان انت تصمم قاعده البيانات، لان دي اللي بتعرفك كل الحاجات اللي انت محتاجها، بتعرفك بقى الانتيتيز، بتعرفك البيزنس نفسه ماشي ازاي، بتعرفك الكونسترينت او القيود، بتعرفك كل حاجه ماشيه ازاي في السيستم. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان انت كداتابيز ديزاينر انت المفروض ان انت مستني السيستم ريكوايرمنت سبيسيفيكيشن دوكيمنت علشان تقدر تبدا في بنايه التصميم بتاعك وتعمل تصميم لقاعده البيانات. تعالوا بقى دلوقتي نشوف المساله دي. ده كده بيكون زي شكل مبسط شويه للسيستم ريكوايرمنت سبيسيفيكيشن دوكيمنت. ده الملف اللي بيجي لك من البيزنس اناليست اللي بناء عليه انت المفروض هتصمم قاعده البيانات. قبل اي حاجه وقبل ما نبدا نحل المساله، تاكد كويس جدا ان انت فاهم المحاضره اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن الانتيتي ريليشن شيب دايجرام، وكنا بنتكلم على الاتريبيوتس بقى وانواعها والريليشن شيبس والكارديناليتي اللي هي ال1 تو 1 وال1 تو ماني، وانواع البارتيسيبيشنز المختلفه، البارشال بارتيسيبيشن والتوتال بارتيسيبيشن والحاجات دي كلها. فلو انت مش فاهم اللي انا قلته دلوقتي، تاكد ان انت ترجع للمحاضره اللي فاتت بحيث ان انت تكون فاهم الموضوع كويس جدا علشان تعرف تحل المساله دي. لما اتكلمنا على الانتيتي ريليشن شيب دايجرام الاي ار دي، قلنا ان احنا عندنا 3 حاجات رئيسيه. قلنا اول حاجه ان احنا عندنا الانتيتي او الكيان، وقلنا ان لكل كيان عندنا بيكون عندنا اتريبيوتس او خصائص، وقلنا علشان نعمل علاقه ما بين كيان وكيان اخر بيكون عندنا relationships. حلو جدا. طيب علشان نعرف نحل اي مساله من النوع ده من المسائل، اول حاجه تعملها لازم تتاكد انك تقرا المساله كويس جدا جدا جدا. وانت بتقرا المساله ركز كويس جدا على الناونز او الاسماء، لان انت لما تلاقي اسماء قدامك في الغالب دي يا اما هتكون الانتيتيز او الاتريبيوتس، يا اما هتكون الكيانات او هتكون الخصائص، وفي الغالب برضو الفيربس او الافعال هي دي بتكون الريليشن شيبس او العلاقات. زي ما قلنا مع بعض، اول خطوه نعملها علشان نعرف نحل المساله كويس جدا ونتاكد ان شاء الله انها صح بنسبه 100%، لازم نقرا المساله كويس جدا ونحاول نفهم السيستم، نحاول نفهم البيزنس. يعني عايزك تعيش الدور كأن انت الداتابيز ديزاينر، حط نفسك مكان الداتابيز ديزاينر بالظبط، لان ده اللي انت هتعمله. انت هتاخد المتطلبات من البيزنس اناليست وتحول المتطلبات دي لكونسبشوال سكيما او لاي ار دي او لتصميم. فلازم تتاكد كويس جدا انك فاهم كل سطر مكتوب، كل كلمه، كل حرف مكتوب. لازم تتاكد انك فاهم كل حاجه في المساله، لان اي خطا في الفهم هيترجم لخطا في التصميم فيما بعد. في الحياه العمليه انت لو في حاجه مش فاهمها او مش واضحه بالنسبه لك، بترجع للبيزنس اناليست تقول له النقطه دي مش واضحه بالنسبه لي، ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيحصل بالظبط في النقطه دي، او كنت تقصده ايه. انما في الامتحان في الجامعه او في حاجه مفيش حد هيفهمك، يا تفهم كويس وتجيب درجه، يا تفهم نص نص وتجيب درجه نص نص، مفيش بين البنين، مفيش حد يفهمك الا بقى لو كان في معيد محترم كده او دكتور محترم وجدع وطيب ممكن يشرح لك الموضوع يعني. المهم تعالوا بقى دلوقتي نقرا الدوكيمنت اللي جالنا من البيزنس اناليست. البيزنس اناليست بيقول لنا ان في شركه اسمها ميوزيكانا، دي شركة تسجيلات بتسجل بقى الأغاني والألبومات والموسيقيين والمغنيين والحاجات دي كلها. المهم إن ميوزيكانا دول شركة التسجيلات اختاروك أنت إن أنت تكون الداتابيز انجينير، يعني أنت اللي هتصمم لهم قاعدة البيانات. والبيزنس اناليست لما قعد مع الكلاينت فهم منهم بقى الدنيا ماشية ازاي والسيستم ماشي ازاي، كتبوا لنا شوية الحاجات اللي موجودة هنا دي. تعالوا بقى نقرأ دلوقتي الكلام ده مع بعض. بيقول لنا each musician، يعني كل موسيقار أو كل مغني هيتسجل في ميوزيكانا لازم يكون عنده ID number، لازم يكون عنده معرف،
ولازم يكون عنده اسم، لازم نسجل الاسم بتاعه، ولازم نسجل العنوان. بس خلي بالك العنوان اللي انت هتسجله ده هو بيتكون من جزئين، يعني العنوان ده بيتكون من حاجتين: الستريت الشارع، والسيتي اللي هو المدينه. ولو تفتكر لما كنا بنتكلم على جزء الاتريبيوتس في المحاضره اللي فاتت، قلنا ان اي اتريبيوت بيتكون من اكتر من اتريبيوت ده بيكون كومبوزيت اتريبيوت. يبقى احنا كده عندنا الادرس ده هيكون فيما بعد، يعني لما نيجي نعمل تصميم هيكون كومبوزيت اتريبيوت. وكمان برضو بنسجل لكل ميوزيشن الفون نمبر او رقم موبايله. يبقى احنا كده من الشكل او من القراءه اللي احنا قراناها عرفنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ميوزيشن او الموسيقار. وطبعا انا مش محتاج اقول لك ان الموسيقار ده هو الانتيتي، هو الكيان. طيب ازاي عرفنا ان هو الكيان؟ لان زي ما انت شايف عمال يرغي وكلمنا على خصائص موجوده عنه، الاي دي نمبر للموسيقار ده، وكمان عايزين نسجل اسمه، وكمان عايزين نسجل الادرس ومش عارف ايه. فطالما في ناون معين هو عمال يتكلم على اتريبيوتس او خصائص على الناون ده، بيكون هو ده الكيان او هو ده الانتيتي. يبقى احنا كده عندنا انتيتي اسمها ميوزيشن وليها شويه الخصائص دول. حلو جدا. في السطر الثاني بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا each instrument او كل آلة موسيقية ميوزيكانا او شركة الموسيقى اللي اسمها ميوزيكانا بتسجل يونيك نيم، يعني الاسم المثالي الذي لا يتكرر للآلة الموسيقية دي. وطالما قالك كلمة يونيك نيم، يعني هنا مش محتاج ان انا اقول اي دي وكلام من ده، لا هو اليونيك نيم كفايه، هو ده هيكون البرايمري كي. لان انا مش عندي مليارات الالات الموسيقيه او ملايين او الاف، لا هي شويه حاجات بسيطه اللي مستخدمه في الاغنيه، 4-5 آلات وخلاص. وكمان برضو لكل آلة موسيقيه عايزين نسجل حاجه اسمها الميوزيكال كي. كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي هي عباره عن خصائص للالات الموسيقيه. اول حاجه قلنا اليونيك نيم، اسم الاله الموسيقيه، وده اللي احنا هنعتبره البرايمري كي لانه لا يتكرر. انا ما عنديش آلتين موسيقيتين بنفس الاسم، فانا ممكن اعتبر النيم ان هو برايمري كي. انما الميوزيكال كي ده عباره عن اتريبيوت عادي، هو مش كي اتريبيوت، لا ده اتريبيوت عادي جدا. الميوزيكال كي او المفتاح الموسيقي دي حاجه كده ليها علاقه بالموسيقى وبالاغاني وبالالات الموسيقيه، ملهاش علاقه بالداتابيز، يعني ما يقصدش بيه المفتاح بتاع الداتابيز، لا دي حاجه ليها علاقه بالالات الموسيقيه والحاجات دي، مش بالداتابيز. ماشي؟ يبقى احنا كده لكل انسترومنت او لكل آلة موسيقية، انسترومنت يعني آلة موسيقية، عايزين نسجل يونيك نيم، الاسم الخاص بالآلة دي، وكمان عايزين نسجل الميوزيكال كي او المفتاح الموسيقي. وطبعا شركة كلها موسيقى واغاني وحاجات من دي كلها، اكيد طبعا لازم يكون عندنا ألبومات للاغاني، فاحنا برضو يهمنا ان احنا نسجل حاجات عن الألبوم. الألبوم بقى ده هو برضو يعتبر بمثابة انتيتي، لان بيقول لنا ايه؟ each album that is recorded at Musicana، كل ألبوم هيتسجل عندنا في ميوزيكانا لازم يكون عندنا اليونيك تايتل، اسم الألبوم. اليونيك تايتل ده اللي هو عنوان الألبوم أو اسم الألبوم. أي ألبوم بيكون ليه اسم معين أو بيكون ليه تايتل معين، وطبعا التايتل ده لا يتغير. وكمان عايزين نسجل الكوبي رايت ديت، عايزين نسجل التاريخ بتاع الكوبي رايت. وبرضه عايزين نسجل الألبوم ايدنتيفاير. الالبوم ايدنتيفاير يعني المعرف الخاص بالالبوم، الكي اتريبيوت او البرايمري كي الخاص بالالبوم ده. حد منكم ممكن يقول لي ما اليونيك تايتل هو عباره عن حاجه لا تتكرر، ما احنا ممكن نعتبره كي. ايوه، احنا في الحاله دي عندنا كانديديت كي، اليونيك تايتل هو ممكن يبقى برايمري كي، انا اقدر اخليه برايمري كي عادي جدا. بس طالما هنا هو قال لك الالبوم ايدنتيفاير، معرف الالبوم اللي هو الاي دي، فانت لازم تكتب له الاي دي. واللي احنا بنقوله ده وبنتكلم فيه ده ممكن تعرفه لما ترجع للمحاضرات اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن مفاتيح قواعد البيانات، لما عرفنا الفرق ما بين البرايمري كي والسيرجت كي والحاجات دي كلها. يبقى احنا لحد دلوقتي عندنا انتيتي اسمها ميوزيشن او الموسيقار، كده انتيتي. الانتيتي الثانيه اللي هي الانسترومنت او الاله الموسيقيه. الانتيتي الثالثه اللي هي الالبوم. هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي لكل اغنيه each song recorded at Musicana، كل اغنيه متسجله عندنا في السيستم الخاص بشركه ميوزيكانا، محتاجين ان احنا نسجل عنها اليونيك تايتل، العنوان الذي لا يتكرر اللي احنا ممكن نعتبره ان هو برضو يكون برايمري كي. وكمان عايزين نسجل الاوثر اللي هو الملحن او كاتب الاغنيه او ايا كان بقى. يبقى احنا كده عندنا خاصيتين للاغنيه، عايزين نسجل اليونيك تايتل وعايزين نسجل الاوثر. هنا بقى هيبدا يوضح لك العلاقات، هيقول لك خلي بالك ان each musician may play several instruments. بيقول لك كل موسيقار ممكن يلعب على اكتر من آلة موسيقية، كل موسيقار ممكن يكون بيستخدم اكتر من آلة موسيقية. وكمان بيقول لك and given instrument، الآلة الموسيقية الواحدة ممكن يستخدمها اكتر من موسيقار. وهنا بقى بيبدأ يوضح لك العلاقات، يعني انا من الكلام ده فهمت ان في علاقة موجودة ما بين الميوزيشن او الموسيقار وما بين الانسترومنت او الآلة الموسيقية. الموسيقار بلاي او بيلعب على آلة موسيقية معينة، وبيقول لي ان الموسيقار الواحد ممكن يلعب على اكتر من آلة موسيقية، والآلة الموسيقية الواحدة ممكن يتم استخدامها من قبل اكتر من موسيقار. فمعنى كده ان انا العلاقه عندي او الكارديناليتي هي عباره عن ميني تو ميني. الكلام ده كله هنعمله بالتفصيل لما نرسم الاي ار دي. تعالى كده نشوف هنا برضو بيقول لنا ايه. بيقول لنا كل البوم each album has a number of songs، موجود فيه شويه اغاني جواه. الالبوم بيتكون من شويه اغاني، بس بيقول لي ايه برضو but no song may appear on more than one album، يعني ما ينفعش يكون في اغنيه بتظهر في اكتر من البوم. يعني اوضحها لك تاني،
الالبوم الواحد فيه اكتر من اغنيه، وده طبيعي وبديهي. الاغنيه بقى الواحده ما ينفعش تكون موجوده في اكتر من البوم. يبقى هنا الريليشن شيب هي 1 تو ماني. عارف امتى كانت تكون ماني تو ماني؟ لو الاغنيه الواحده كانت تنفع تكون موجوده في اكتر من البوم كانت تبقى ماني تو ماني، انما لما تكون الاغنيه الواحده تابعه لالبوم واحد فقط تبقى كده 1 تو ماني. وهنفهم برضو الموضوع ده لما نيجي نعمل الاي ار دي. بس يهمني ان انت تفهم ان في علاقه اصلا ما بين الالبوم والسونج. يعني احنا كده عندنا في علاقه ما بين الالبوم وما بين الاغنيه، وفي علاقه ما بين الموسيقار او الميوزيشن وما بين الانسترومنت او الاله الموسيقيه. شوف هنا بقى بيقول لك ايه، بيقول لك each song، كل اغنيه is performed by one or more musician، كل اغنيه بتتعمل من قبل موسيقار واحد او اكتر من موسيقار. وبيقول لك and a musician may perform a number of songs، يعني الموسيقار الواحد ممكن يعمل اكتر من موسيقى او ممكن يعمل اكتر من اغنيه. نفهم ايه من الكلام ده؟ نفهم ان في علاقه اصلا ما بين السونج وما بين الميوزيشن. الموسيقار بيألف او معلش بيعزف اغنيه معينه، والموسيقار ممكن يعزف اغنيه او اكثر، والاغنيه الواحده ممكن يتم عزفها من قبل موسيقار او اكثر. فمعنى كده ان برضو العلاقه هتكون ما بين الموسيقار والاغنيه هي ماني تو ماني. طيب تعالوا كده نشوف اخر حاجه معانا. بيقول لنا each album has exactly one musician who acts as its producer and a producer may produce several albums. الحته دي حلوه جدا وفيها تريك كده هتبان لما نيجي نتكلم على الاي ار دي دلوقتي. لما نعمل اي ار دي بيقول لنا ان كل البوم ليه موسيقار واحد بس، الموسيقار ده هو بياكت از بروديوسر، يعني هو المنتج للالبوم ده. يبقى كده لكل البوم ليه منتج واحد فقط، والمنتج ده اصلا هو في الاصل عباره عن موسيقار. وبيقول لنا بروديوسر او المنتج او اللي هو الموسيقار ممكن ان هو بروديوس سيفرال البومز، ممكن يعمل او ينتج اكتر من البوم. بعدين هنا بقى بيقول ايه، design a conceptual schema for Musicana، اعمل لنا الكونسبشوال سكيما او اعمل لنا الداتابيز موديلنج او الاي ار دي او الداتابيز ديزاين، صمم لنا قاعده البيانات. وقول لنا اتاكد كويس جدا ان انت تحط كل الكيز وكل الكارديناليتي كونسترينز، ولو في اي اسامبشنز انت ممكن تعملها. يبقى احنا كده قرانا الدوكيمنت اللي جاي من البيزنس اناليست كويس جدا، وفهمنا كل حاجه في الدوكيمنت، وقادرين دلوقتي ان احنا المفروض نصمم قاعده البيانات او نبدا ان احنا نبني الاي ار دي. تعالوا كده مع بعض نبدا دلوقتي نعمل الاي ار دي ونبدا نفهم الموضوع بصوره اكبر. اللي موجود قدامنا ده ابلكيشن احنا بنستخدمه علشان نرسم الاي ار دي او نرسم الانتيتي ريليشن شيب دايجرام. ممكن طبعا تحملوه على الكمبيوتر بتاعكم، ممكن برضو تستخدموه كمتصفح، يعني هو بيكون موجود على البراوزر. هسيب لكم طبعا برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن، اسمه draw.io. انا بحب ان انا استخدم نسخه الابلكيشن اكتر، يعني بالنسبه لي سلسه اكتر وبستخدمها من زمان فحبيتها يعني. بس طبعا انتوا ممكن تعملوه على الويب سايت، اي حاجه ان شاء الله، حتى تعملوه على ورقه وقلم، تعملوه على الحيطه، تعملوه على السبوره، المهم ان انتوا تعملوا تصميم وخلاص يكون صح. بس البرنامج ده علشان هو مخصص للتصميم وكده هتلاقيه بيساعدك في حاجات كتير جدا زي ما انت شايف. يعني لو جينا هنا في هتلاقيه عامل زي ايه، زي قسم كده مخصص للانتيتي ريليشن. تلاقيه بيعمل لك السترونج انتيتي، هنا الانتيتي مثلا، هنا كده عامل لك الويك انتيتي، الاتريبيوت، الكي اتريبيوت، الويك كي اتريبيوت اللي هو البارشال كي اللي احنا اتكلمنا عليه، هنا عامل لك الديرايفد اتريبيوت او الاتريبيوت اللي هو كنا بنحسبه في الران تايم. فممكن تحمله، يعني هيفيدك جدا لو انت حابب تتدرب اكتر على الاي ار دي. تعالوا بقى نكمل كلامنا ونكمل حل المساله. كل اللي احنا عملناه على اليمين الموجود هنا ده ان احنا بس استخلصنا او استخرجنا الانتيتيز او الكيانات والخصائص او الاتريبيوتس الخاصه بكل كيان. زي ما انت شايف اول سطر هنا each musician او كل موسيقار هنسجل عليه في ميوزيكانا او الشركه بتاعه الموسيقى اللي اسمها ميوزيكانا. عايزين نسجل الاي دي نمبر، وعايزين نسجل النيم او الاسم والادرس، وقلنا الادرس ان هو يكون كومبوزيت اتريبيوت لان احنا محتاجين نسجل الستريت والسيتي الاثنين مع بعض، فهيكون كومبوزيت اتريبيوت. وبرده عايزين نسجل الفون نمبر. كل اللي احنا عملناه ان احنا خدنا السطر ده ترجمناه. احنا قلنا ان الانتيتي بنحطها في شكل مربع كده زي ما انت شايف اللي هو السكوير شيب اللي موجود هنا ده، وهنا حطينا اسم الانتيتي وطلعنا بقى الاتريبيوتس او الخصائص. الام اي دي بدل ما نكتب ميوزيشن اي دي كتبنا بس ام اي دي عادي، وكتبنا ميوزيشن نيم او اسم الموسيقار، والادرس وفرعنا منه اتنين اللي هو الستريت الشارع والسيتي اللي هي المدينه، وبرده الفون نمبر. احنا بس ترجمنا لحد دلوقتي، لا عملنا علاقات ولا عملنا اي حاجه، ده هيكون سهل بالنسبه لكله، يعني الموضوع ده تمام. السطر الثاني اللي هو الانسترومنت او الاله الموسيقيه، قلنا ان احنا لكل اله عايزين نسجل اليونيك نيم الاسم الذي لا يتكرر، وقلنا ان احنا هنعتبره البرايمري كي لانه ما بيتكررش. وبرده عايزين نسجل الميوزيكال زي ما انت شايف هنا اهو، الانسترومنت دي كده الانتيتي بتاعتنا وليها خاصيتين بس، النيم، ولو انت شايف تحته خط هنا كده اهو النيم. نفس الكلام برده لما اتكلمنا على الميوزيشن قلنا ان الميوزيشن اي دي هو البرايمري كي، فحطينا تحته خط. ما تنساش الموضوع ده لازم تعمله، يعني لو انت في امتحان وكده وما حطيتش الخط ده بتنقص درجات. ما ينفعش يكون عندك انتيتي من غير برايمري كي، ما ينفعش، مستحيل يكون في انتيتي من غير برايمري كي الا الويك انتيتي، والويك انتيتي بيكون ليها بارشال كي. يبقى الانسترومنت زي ما قلنا والاله الموسيقيه ليها خاصيتين بس، النيم
اسمها، وده هو برايمري كي، وحاجه اسمها الميوزيكال كي. ولما اتكلمنا على الالبوم قلنا ان احنا كل البوم عندنا بيكون ليه يونيك تايتل او اسم الالبوم، والكوبي رايت ديت، والالبوم ايدنتيفاير. كلمه ايدنتيفاير دي اللي احنا دايما بنكتبها اللي هي الاي دي، ايدنتيفاير اختصار لايدنتيفاير. فلما يقول لي الالبوم ايدنتيفاير هو يقول لي معرف الالبوم، هو كده عايزني ان انا اعمل زي ساروجت كي، او ان انا احط كده الاي دي واكتب كده ده رقم الالبوم. يبقى لما نيجي نتكلم على الالبوم هتلاقيه كاتب لي ايه؟ الاي دي او الاي اللي هو اختصار حرف الاي اختصار للالبوم، بعدين اي دي البوم اي دي، والتايتل اللي هو عنوان الالبوم ده، والكوبي رايت ديت ده اللي هو التاريخ بتاع الكوبي رايت. وزي ما قلنا حد ممكن يقول لنا طيب ما التايتل ده يونيك، التايتل لا يتكرر، مفيش عندنا اكتر من البوم بيكون ليهم نفس الاسم، احنا ليه ما خليناش التايتل برايمري كي؟ كل دي بقى حاجات بترجع للبيزنس اناليست او بترجع للداتابيز ديزاينر نفسه، هو مش عايز يخلي التايتل كبرايمري كي لاسباب معينه، اسباب كتير. ممكن ان انت ترجع للمحاضره اللي فاتت وتعرف ايه الفرق ما بين البرايمري كي والسارجت كي زي ما قلنا. طيب حلو جدا، ده كده كان بالنسبه للالبوم. السونج بقى او الاغنيه، قلنا لكل اغنيه عندنا بنسجل حاجتين، التايتل او اسم الاغنيه اللي هو مش بيتكرر اللي احنا اعتبرناه برايمري كي، وزي ما انت شايف حطينا تحته خط لان اي برايمري كي بنعمله لازم نحط تحته خط، وكمان الاوثر اللي هو الملحن او الشخص اللي كاتب بقى او ايا كان. يعني احنا كده عندنا التايتل وعندنا الاوثر. كده احنا استخلصنا او استخرجنا من الدوكيمنت اللي جاي لنا، الاس ار اس دوكيمنت اللي جاي من البيزنس اناليست، طلعنا منه الكيانات والخصائص اللي موجوده في كل كيان، والدنيا بقت تمام. دلوقتي بس مش ناقص غير ان احنا نعمل العلاقات ما بين الكيانات وبعضها. في بس معلومه حابب اقول لك عليها، ان انت دايما وانت بترسم الاي ار دي في اي امتحان، لو انت في امتحان وكده وبترسم، ارسم دايما بقلم رصاص، لان انت احيانا فيما بعد ما ترسم الرسمه تبقى صح وكل حاجه، بس بتلاقي الخطوط داخله في بعض، فانت محتاج تعيد ترتيب اماكن الانتيتيز والالبوم. يعني مثلا بدل ما ده كان هنا، نفترض كده ان انا كنت عامل كده، معلش كده اهو، فيما بعد ما ارسم هلاقي ان ايه الخطوط داخله في بعضها ومش منظمه شويه. فانت حاول ترسم الموضوع بقلم رصاص الاول، لان انت فيما بعد هتحتاج تمسح اللي انت رسمته ده علشان الموضوع شكله بقى يكون احسن والخطوط ما تكونش داخله في بعضها وكده. فانت يفضل ان انت ترسم بقلم رصاص في الاول. طيب حلو جدا، تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نبدا نحط العلاقات، نبدا نشوف ايه الانتيتيز اللي في ما بينها وما بين انتيتيز ثانيه علاقات، ونبدا نعرف الكارديناليتي اللي هو اذا كانت العلاقه دي 1 تو 1 ولا 1 تو ميني ولا ميني تو ميني، ونتكلم برضو على البارتيسيبيشن ونعرف اذا كان مثلا هل كل الانستنسز او كل الروز اللي موجوده في انتيتي معينه او في جدول معين لازم اجباري انها تشارك في العلاقه، ولا في ولو انستنس واحد ممكن ما يشاركش. وده الفرق ما بين البارشال بارتيسيبيشن والتوتال بارتيسيبيشن. وطبعا لو انت مش فاهم الفرق ده ممكن ترجع للمحاضره اللي فاتت. يلا بقى دلوقتي مع بعض نبدا نشوف الكلام ده. زي ما انت شايف في السطر اللي هنا كده، ده بدايه كده السطر اللي بيبدا يعرفنا العلاقه. بيقول لنا each musician، كل موسيقار، may يعني ممكن يلعب على اكتر من آلة موسيقية. ركز كده في كلمة مي، قالك ممكن، ما قالكش لازم يلعب على اكتر من آلة موسيقية، قالك ممكن. يعني ممكن يلعب على اكتر من آلة موسيقية، ممكن يلعب على آلة واحدة، ممكن اصلا ما يلعبش عادي مش مشكلة. وبيقولك برضو and a given instrument، الآلة الموسيقية معينة ممكن يتم استخدامها او ممكن اكتر من موسيقار يلعب عليها. and a given instrument may be played by several musicians. احنا من الكلام ده المفروض نعرف ايه؟ احنا من الكلام ده المفروض نعرف ان في علاقه ما بين الميوزيشن وما بين الانسترومنت، يعني في علاقه ما بين الانتيتي دي وما بين الانتيتي دي. تعالوا الاول كده مع بعض نعمل العلاقه اللي موجوده، وبعد كده نتكلم على الكارديناليتي والكلام ده. تعالوا كده نجيب العلاقه نشدها هنا كده من هنا، ده كان مقفول، احنا بنفتح الانتيتي ريليشن ونختار ريليشن شيب او علاقه، نحطها هنا كده تمام. وتعالوا بقى دلوقتي نشد كده زي سطر هنا، ممكن بس نحاول نخلي شكلها اوضح شويه، لان هنا الموضوع ايه، ممكن نكبر الخط شويه، ممكن كمان نخليه بولد، ممكن نختار شكل الريليشن شيب نفسها او العلاقه نفسها. يعني عادي ممكن نلعب بقى في التصميم بتاعها، البولد يبقى بولد ولا لا، الخط كبير ولا صغير، براحتنا. الحاجات دي كلها عايز تلعب في اللون بقى تغير في اي حاجه براحتك يعني. تعالوا بقى دلوقتي كده نعمل العلاقه ما بين الميوزيشن، او احنا قلنا ما بين الميوزيشن وما بين الانسترومنت او الآلة الموسيقية. حلو جدا، احنا كده عملنا العلاقة. عايزين بقى نكتب كلام جوه العلاقة ده. احنا قلنا الميوزيشن بيعمل ايه، موجودة هنا كده، بيقول لنا each musician، كل موسيقار، may play several instruments، ممكن يلعب على اكتر من أداة موسيقية. يبقى هنا كده نسمي العلاقة نفسها بلاي، يعني موسيقار بيلعب على الآلات الموسيقية. احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف ايه الكارديناليتي، يعني عايزين نعرف العلاقة ما بين الميوزيشن والانسترومنت، هي 1 to 1 ولا 1 تو ماني ولا ماني تو ماني. نعرفها ازاي؟ هنعرفها برضو من الكلام الموجود هنا، زي ما هو بيقول لي كده each musician، كل واحد ممكن يلعب. ممكن، شفت كلمة ممكن دي اللي هي
معناها انها partial participation مش total. لو كان قايل لي each musician must play لازم يلعب غصب عنه اجباري، كل الكلام ده بيدل انها فيما بعد انها partial انها total participation. انما لو قال لي ممكن مش لازم الحاجات اللي هي الكلام اللي زي كده، ده معناه ان نوع البارتيسيبيشن هنا بيكون partial. ده كده بالنسبه للبارتيسيبيشن. طيب الكارديناليتي نعرفها ازاي؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت، تعالى كده نشوف. اول حاجه نقول الميوزيشن الواحد، الموسيقار الواحد ممكن يلعب على آلة موسيقية واحدة ولا أكتر من آلة؟ لا، ده هو بنفسه قال لنا إنه ممكن يلعب على أكتر من آلة موسيقية، يبقى نقول له ماني. طيب تعالى بقى نجيبها من العكس، من ناحية الانسترومنت، من ناحية الآلة الموسيقية. الآلة الموسيقية الواحدة ممكن يلعب عليها موسيقار واحد ولا أكتر من موسيقار؟ لا برضه أكتر من موسيقار، يبقى هنا برضه هيكون ماني. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، هنا الجنب ده فيه واحد وان واحد ماني، يبقى الأولوية بتكون للماني، نحذف الوان. هنا نفس الكلام، واحد وان وواحد ماني، الأولوية بتكون للماني، نحذف الوان ده. يبقى احنا كده عندنا العلاقة ما بين الميوزيشن وما بين الانسترومنت هي ماني تو ماني. طيب نوع البارتيسيبيشن هو partial participation اللي احنا بنعمله بخط واحد. لو كان توتال كنا بنعمل خطين. طيب عرفت ازاي ان هو partial؟ عرفت من اللي هو بيقوله هنا، لان هو زي ما انت شايف هنا بيقول لنا ايه؟ each musician may play ممكن يلعب، وبعدين هنا بيقول لنا ايه؟ and a given instrument may be played ممكن يتم استخدامه من قبل اكتر من musician. يعني هنا برضو partial وهنا partial. كده خلصنا من العلاقة الأولى. تعالى كده نشوف السطر اللي بعده. فالسطر ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي each album، كل ألبوم عندي has a number of songs. معنى كده ان في علاقة ما بين الألبوم وما بين الأغاني. بس خلي بالك بقى بيقول لي ايه؟ but no song may appear on more than one album. طيب تعالوا كده نترجم الكلام ده. تعالوا هنا نختار الأول الريليشن شيب أو العلاقة، نحطها هنا كده، تمام. وتعالوا برضو نختار هنا كده الخط، نعمل خط ما بين الألبوم وما بين الريليشن شيب، ونعمل خط كمان برضو ما بين الريليشن شيب هنا كده. يبقى احنا كده عندنا علاقة ما بين الألبوم وما بين السونج. حلو جدا. عايزين بقى نعرف دلوقتي العلاقة 1 to 1 ولا 1 to many ولا many to many. هنعملها بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الميوزيشن والانسترومنت، اللي احنا الطريقة اللي عملناها هنا دلوقتي. تعالوا كده نرجع الأول للكلام الموجود هنا. بيقول لنا each album، كل ألبوم بيكون فيه مجموعة من الأغاني. يعني تعالى كده نقول الألبوم الواحد في أغنية واحدة ولا أكتر من أغنية؟ لا والله الألبوم الواحد فيه أكتر من أغنية، يبقى هنا كده نقول له ميني. طيب حلو جدا. تعال نجيبها بالعكس، نقف بقى من ناحية السونج، نبص على الألبوم. الأغنية الواحدة عندي بتكون تابعة لألبوم واحد ولا لأكتر من ألبوم؟ لا، الأغنية الواحدة بتكون تابعة لألبوم واحد فقط. ده الكلام ده هو اللي قايله لي فوق زي ما انت شايف كده اهو. but no song may appear on more than one album. ما ينفعش الأغنية الواحدة تكون موجودة في أكتر من ألبوم. يبقى احنا هنا كده عندنا 1 يبقى نشيل، يبقى عندنا 1 واحدة، وهنا ال1 والميني يبقى الأولوية للميني، تبقى كده بالظبط. يبقى هنا ال1 سايد وهنا الميني سايد. نغير هنا اسم ريليشن شيب، نقوله الألبوم هاز عنده أكتر من أغنية. يبقى كده نقرأها كده الألبوم الواحد has many songs، عنده أكتر من أغنية. طب لو أنا عايز أقرأها من العكس، الأغنية is belong to a specific album أو تابعة لألبوم معين. كده احنا عرفنا موضوع الكارديناليتي، إن احنا عندنا هنا ال1 سايد اللي هو ناحية الألبوم، والميني سايد اللي هو ناحية السونج. عايزين بقى نعرف نوع البارتيسيبيشن، إذا كان partial participation ولا total participation. البارتيسيبيشن زي ما قلنا معناه هل كل الانستنس اللي موجودة عندي في كيان معين لازم كل الانستنسز دي تشارك في العلاقة، ولا ممكن يكون عندي انستنس واحدة لا تشارك في العلاقة؟ لو انا عندي انستنس واحدة لا تشارك في العلاقة، يبقى انا كده عندي نوع البارتيسيبيشن هو partial participation. لو كل الانستنسز تشارك في العلاقة، معنى كده ان نوع البارتيسيبيشن بيكون total participation. طيب تعالوا كده نشوف الكيس بتاعتنا. هو هنا ما قالناش، مفيش تفاصيل كبيرة شوية. هنا بيقول لنا ايه؟ each album has number of songs، في شوية أغاني. هو ما قالش وما ذكرش إن كل ألبوم لازم إجباري يكون فيه شوية أغاني. ممكن يكون عندي بعض الألبومات لسه ما تسجلش فيها أغاني، لسه فاضية وما تعملش فيها أي أغاني، هتنزل في وقت معين في حاجة جديدة، بس اسم الألبوم وبيانات الألبوم موجودة. فمعنى كده إن أنا هيكون البارتيسيبيشن عندي هو partial. إنما لو كان كل الألبومات دي لازم يكون فيها اغاني، يعني كان لازم اي البوم يكون جواه شويه اغاني، ده كده كان هيبقى توتال. طيب تعالى كده نجيبها من العكس. خلاص بقى في عندي اغنيه والاغنيه موجوده اوريدي، خلاص الاغنيه بقت موجوده. هل الاغنيه لازم تكون تابعه لالبوم معين؟ ايوه طبعا، ده اجباري. ما ينفعش عندي اغنيه تكون موجوده كده من غير البوم. فمعنى كده ان البارتيسيبيشن هيكون هنا كده توتال بارتيسيبيشن مش بارشال بارتيسيبيشن. فبنحط له كده زي ما انت شايف خطين. ده كده نوع البارتيسيبيشن عندنا. يبقى احنا كده خلصنا من البارتيسيبيشن وخلصنا من العلاقه عموما ما بين الالبوم والسونج. تعالوا كده نرجع تاني ونشوف. طيب حلو جدا. تعالوا كده نشوف هنا كده بقى بيقول لي ايه. بيقول لي each song
is performed by one or more musicians. يعني كل أغنية بتتعمل أو بتتغنى من قبل يا إما موسيقار واحد أو أكتر من موسيقار. وبيقول لي إيه برضو؟ بيقول لي and a musician، الموسيقار ممكن may perform a number of songs، ممكن يعمل أكتر من أغنية. طيب تعالوا نعمل الكلام ده مع بعض. احنا الكلام ده كده عرفنا ايه الأول؟ عرفنا إن كده في علاقة ما بين الميوزيشن وما بين السونج. طيب تعالوا كده الأول نروح على الانتيتي ريليشن ونختار علاقة هنا كده، نحطها هنا دلوقتي، ونبدأ بقى نطلع فوق كده نختار اللاين. تعالوا نجيب كده خط من هنا ونوصل. طيب احنا قلنا كده ان في علاقة ما بين الميوزيشن، تمام، وما بين السونج او الاغنية. اسم العلاقة بقى دي ايه؟ اسم العلاقة perform. a musician perform يعني بيعمل او بيؤدي. ممكن نكبر الخط ده شوية شكله كده اصغر، 14 مثلا، نخليه برضو بولد، وهنا برضو ده نكبره 14. طيب حلو كده. طيب علشان نعرف الكارديناليتي، نعرف هي 1 to 1 ولا 1 to many ولا many to many ما بين الميوزيشن وما بين السونج، نعرفها ازاي؟ زي ما كنا بنعمل بالظبط. هنقول كده الميوزيشن الواحد، الموسيقار الواحد، بيعمل اغنية واحدة ولا ممكن يعمل اكتر من اغنية؟ هو بنفسه هنا قال لي، شوف بيقول ايه؟ a musician may perform number of songs، يعني ممكن يعمل اكتر من اغنية. يبقى الميوزيشن الواحد ممكن يعمل many songs، اكتر من اغنية. طيب حلو جدا. تعالى بقى نجيبها من العكس، من الجنب، من اول السونج نروح للميوزيشن نعكسها. الاغنية الواحدة بتكون بتتعمل من ميوزيشن واحد ولا ممكن يشارك فيها اكتر من ميوزيشن؟ نرجع هنا فوق ونشوف each song is performed by one or more، يعني ممكن تتعمل او تتأدى من قبل يا اما ميوزيشن واحد يا اما اكتر من واحد. يبقى برضو هنا الجنب يكون نفس الكلام، برضو هيكون ميني. طيب يبقى احنا كده عندنا هنا الجنب ده كده 1 وميني، الاولويه للميني نشيلها، وهنا 1 وميني الاولويه للميني برضو نشيلها. يبقى احنا كده عندنا العلاقه ايه؟ هتكون ميني تو ميني. يبقى ميني ميوزيشن كان بيرفورم ميني سونجز او العكس. يبقى احنا كده العلاقه ميني تو ميني. طيب عايزين نعرف بقى البارتيسيبيشن. شوف هو هنا مفيش حاجه بتدل لي اذا كان كل الميوزيشنز او كل الموسيقيين لازم يعملوا اغاني ولا لا. في ممكن موسيقي يكون موجود او ما بيعملش اغاني، فمعنى كده ان البارتيسيبيشن يكون بارشل. وبرده نفس الكلام ممكن يكون عندي في اغنيه موجوده في السيستم متسجله بس لسه ما حدش عملها، يعني لسه ما اتسجلتش. طبعا الكلام ده كله بيتعرف اذا كان الاس ار اس دوكيمنت واضح ولا لا. احنا دلوقتي مجرد بنفترض لانها مش واضحه في المساله اللي موجوده. انما لو هو كان قايل لي ان كل موسيقي لازم يؤدي اغنيه او لازم يعمل كده يبقى ده توتال. انما احنا هنا نفترض ان الاثنين بارشل بارتيسيبيشن. طيب جميل جدا. اخر حاجه بقى هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي each album، كل ألبوم عندي بيكون فيه موسيقار بس هو اللي بيأكت as a producer has exactly one musician who acts as its producer. بيكون عنده موسيقار واحد بس هو ده اللي بيكون هو المنتج للألبوم ده. وبيقول لي ايه؟ a producer او المنتج may produce several albums، ممكن يعمل اكتر من ألبوم. معنى كده ان انا في عندي علاقة ما بين الميوزيشن وما بين الألبوم. يبقى العلاقة هنا ما بين الميوزيشن وما بين الألبوم اسمها بروديوس. تعالوا كده نضيفها مع بعض. طيب عايزين بقى نعرف الكارديناليتي، هي 1 to 1 ولا 1 to many ولا ايه بالظبط؟ تعالوا كده نشوف دلوقتي مع بعض. نضيف بس الأول كده، نعمل الخطوط دي كده زي الفل، تمام. نضيف خط كمان واحدة واحدة. البرنامج ده لما تشتغلوا عليه هتحبوه جدا وهيبقى بالنسبة لكم سهل وسلس. طيب نعملها ازاي؟ زي ما قلنا بالظبط، الميوزيشن الواحد، الموسيقار الواحد يقدر يبروديوس ألبوم واحد ولا أكتر من ألبوم. تعالوا نرجع هنا. each ألبوم، كل ألبوم عندي has exactly one musician، بيكون ليه ميوزيشن واحد أو موسيقار واحد هو اللي بيأكت as its producer، هو اللي بيكون المنتج للألبوم ده. يبقى للألبوم الواحد ما ينفعش يكون عندي اكتر من موسيقار. طيب عايزين بقى نشوف الموسيقار نفسه او البروديوسر. يقول لي ايه؟ a producer اللي هو الموسيقار may produce several albums. يبقى هنا a producer، البروديوسر الواحد ممكن ان هو يعمل لي several album. طيب حلو جدا. تعالى كده نجيبها من عكس. الالبوم بقى الواحد، نمشي كده. الالبوم الواحد ممكن يتعمل من قبل ميوزيشن واحد او موسيقار واحد ولا اكتر من موسيقار. نرجع للاس ار اس. بيقول لنا each album has exactly one musician، ما ينفعش يكون عنده الا واحد بس. يبقى هنا برضو هيبقى 1 1. يبقى كده العلاقه هتبقى ايه؟ هنا 1 1، يبقى الاولويه لل1 نحذف واحده، والجنب ده هنا 1 وميني، الاولويه للميني نحذف واحده. طيب يبقى كده العلاقه عندي 1 to many. طيب حلو جدا كده، احنا خلصنا الكارديناليتي. نشوف بقى البارتيسيبيشن. هل دلوقتي كل ميوزيشن او كل موسيقار عندي لازم يعمل بروديوس لالبوم
لا طبعا مش كل موسيقي عندي او مش كل موسيقار لازم يكون منتج. بس تعالى كده بقى نرجع من الجنب بتاع الالبوم. هل كل البوم عندي كان لازم يكون تابع لميوزيشن معين او كان لازم يكون تم انتاجه من قبل موسيقار معين؟ ايوه طبعا، لان احنا قلنا هنا واضحه اهي each album has exactly one musician who acts as its producer. كل ألبوم عندي لازم إجباري يكون عنده ميوزيشن اللي هو هيكون البروديوسر بتاعه. يبقى كده هنا عندي البارتيسيبيشن هيكون توتال، يبقى نحط خطين كده، ونوع البارتيسيبيشن هنا كده عندي، تعالى كده نظبطها شوية، نوع البارتيسيبيشن توتال بارتيسيبيشن. يبقى احنا كده الحمد لله خلاص خلصنا المسألة. ده كده كان مشروع صغير خلصناه، وقدرنا ان احنا نتدرب على اللي اخدناه المحاضرة اللي فاتت في الانتيتي ريليشن شيب دايجرام. واللي احنا عملناه ده كده اللي موجود هنا ده كله كده اسمه كونسبشوال سكيما. دي الكونسبشوال سكيما اللي عملها الداتابيز ديزاينر. في المحاضرات الجايه ان شاء الله بقى لما نيجي نتكلم على المابنج، احنا بنعمل ايه في الكونسبشوال سكيما دي؟ بناخدها كده كلها وبشويه مبادئ كده، بندرس حاجه اسمها المابنج. المابنج ده بيكون عباره عن 7 ستيبس الجوريثم، ده عباره عن خوارزميه كده معينه مكونه من 7 خطوات، بنمشي على ال7 خطوات دول بالظبط علشان نحول الكونسبشوال سكيما او التصميم اللي موجود هنا ده نحوله لحاجه اسمها ريليشنال سكيما، بنحوله بقى لجداول فعليه. خلاص بقى كده عندنا داتابيز، ونبدا بقى في عمليه البناء الفعليه للداتابيز. نبدا نعمل بقى نستخدم السيكوال كوماندز او السيكوال كويريز، نبدا نكتب الاستعلامات اللي هتخلينا ننشئ قاعده البيانات دي، وفيما بعد بقى يكون عندنا موجود في الداتابيز دي بقى بيانات ونستعلم عنها ونعمل الكلام ده كله. احنا ان شاء الله المحاضرات الجايه هنتكلم على المابنج. لو في وقت او انتم مهتمين ان احنا ناخد مثال كمان على الاي ار دي ممكن ناخد، بس بصراحه الوقت طول منا جدا. انا عارف ان انا ممكن اكون بتكلم في حاجات بيزكس جدا وبناخد فيها وقتنا، بس صدقوني والله في ناس فعلا بيفرق معاها الكلام ده، في ناس مهتمه ان الواحد يشرح بالتفصيل. ممكن نطول في الوقت، بس صدقوني والله ده لمصلحتكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم. ولو محتاجين زي ما قلت ان احنا ناخد مثال كمان نوضح بيه الاي ار دي، ممكن برضو ناخد مشروع تاني ان شاء الله. فلو انتم مهتمين ان احنا ناخد حاجه تانية ممكن تكتبوا في الكومنتات. وكل الماتيريال والرسمه والكلام المكتوب ده كله هتلاقوه ان شاء الله في وصف الفيديو. وممكن اديكم مساله كمان، يعني ممكن كده اديكم مساله زي اساينمنت تعملوها، وهسيب لكم دلوقتي لينك جروب تليجرام نعمله ان شاء الله، نبدا نشارك فيه كل حاجه. لو حد حل المساله ممكن يبعت على الجروب وانا هقول له اذا كانت صح او اذا كان فيها مشاكل. فان شاء الله في وصف الفيديو هسيب لكم المساله دي والحل بتاعها، وهديكم مساله كمان وانتوا تحلوها، ولما تحل ممكن تبعتوا الحل على لينك التليجرام وان شاء الله هرد عليكم. وبس كده ان شاء الله نكون خلصنا محاضره النهارده، وباذن الله المحاضره الجايه هنتكلم على المابنج، وممكن اللي بعدها ناخد مثال او اكتر على المابنج برضو علشان نفهم. وان شاء الله خلال الاسبوع اللي جاي باذن الله هنبدا في السيكوال، وان شاء الله هتطلعوا من كورس السيكوال ده شاربين حاجه اسمها سيكوال، سواء بقى انتوا عايزين تتعلموا داتا اناليسيس سواء باك اند، ايا كان اللي انتوا عايزين تتعلموه. لان احنا ان شاء الله كل جزء هناخده هندخل على موقع زي هاكر رانك ونبدا نحل البروبلمز او المسائل اللي موجوده على السيكوال. وبس كده ان شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي جاي. ولو انتوا شايفين الكورس ده بيفيدكم ما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم، وان شاء الله اشوفكم في الحلقات الجايه. وبس كده، سلام.